السلام عليكم. حلقة جديدة ليلة الكونفدرالية النهائي. الحلم بالنسبة لأي زملكاوي، ولكن الحلم عند الزملكاوية ما بيتوقفش عند الكونفدرالية، ولكن كمان في نص تاني اللي هو الدوري. الزملكاوي النهارده مش قابل خالص انك تجزأ له الحلم. هو الحقيقة عايز الحلم كامل على بعضه. ما اللي هو ما تصحينيش بدري أرجوك. طيب، الليلة بتاعة المباراة، انت عارف ليله مباراه الزمالك او ليله مباراه الاهلي هنا، انت عارف بتقوم الصبح تلاقيها انا بغششك الامتحان قبله، فعشان كده تبقى مستمتع جدا وانت بتسمع حكايه ماتش. يا مدام، يا انسه، يا استاذ، يا كابتن، انا عايزك تستمتع بالحلقه مع مشروب، مع اللي انت عايزه، ولكن استمتع بالحلقه. الحلقه فيها زبده الزبده اللي هتلاقيها بكره ان شاء الله في المباراه. قبل ما ابدا عايز اقدم شكر الكابتن مصطفى صادق اللي بعت لي على البيج. واللي ما يعرفش كابتن مصطفى صادق، كابتن مصطفى صادق كان لاعب كبير، كان موهبه كبيره جدا جدا جدا، كان هداف كاس العالم العسكري في المغرب، كان بيلعب في المقاولين، كان موهبه كبيره جدا بس للاسف ظروفه ما كملش، لكن كان لاعب كبير جدا جدا. انا ببعت لك يا كابتن مصطفى شكر، على فكره شخصيه مؤدبه جدا وكان مدرب، شخصيه جميله جدا. شهاده اعتز بيها ان انت بعت لي، سلمت عليا، وانا برد لك نفس التحيه يا كابتن مصطفى. هتناول معاك بقى طريقه لعب الزمالك هنا، طريقه لعب اتحاد العاصمه، الزمالك يلعب ازاي، التشكيل الافضل، التشكيل المتوقع لان في فرق، سيناريوهات المباراه، وهرد على اسئلتكم اللي اتبعتت واحد واحد ان شاء الله في نهايه الحلقه. لن اتناول الاهلي في الحلقه ديت باي حال من الاحوال، لان الحلقه معموله ليله مباراه الكونفدراليه مش اكتر، ولكن بالليل في لايف كوكتيل هنجيب بقى ايه من المشرق ومن المغرب من كل حته. اول حاجه احب اقف عندها ان الزمالك هناك عمل مباراه سيئه، محدش يوهمك انها مباراه جيده، ولو كانت جيده كان الزمالك كسب. حتى تعادل الزمالك هناك ما كانش هيقول انها مباراه جيده. ليه؟ لان المفروض العب على معطيات المباراه والفريق اللي قدامي، ومعطيات الفريق اللي قدامي كانت بتقول اكسبني ارجوك، ولكن ده ما حصلش. المباراه بتاعت بكره الايه فيها هتتعكس وهتتقلب، فهيبقى اللي بيدافع بيهاجم واللي بيهاجم بيدافع. طيب، فريق اتحاد العاصمه فريق على ارضه ما بيكونش افضل حاجه، بيكون بره ارضه افضل حاجه. هو في كده؟ اه والله في كده. في فرق بتلعب بره ارضها حلو جدا، زي فريق اتحاد العاصمه بيعمل مباريات بره ارضه احسن من على ارضه. غير ان فريق اتحاد العاصمه هيلعب على التحولات، ولكن فرق شمال افريقيا عموما بتتميز بالضربات الثابته. الضربات الثابته عندهم والعرضيات بتبقى مزعجه قوي، مقرفه قوي. هما دي لعبتهم، هي دي الكوره بتاعتهم. فرق شمال افريقيا مهاريه جدا في انها تقدر تخلي لك الماتش يموت والوقت يجري وانت مش حاسس. الحاجات دي كلها بتتحط في الحسبان معاك. طيب، طريقه لعب الزمالك. قبل ما ابدا في طريقه لعب الزمالك عايز اقف عند نقطه. كان في كميه هبد غير طبيعيه، لان انا متابع الناس اللي قعدت تتناول المباراه بتاعت الزمالك. من ضمن الهبد اللي انا سمعته كلام عن شيكوبانزا، ويلعب ان هو يلعب اساسي، وقعد يتدبغ فيرود وبيزرع في النص. حاجات كتيره جدا جدا جدا. انا الحقيقه وعلى فكره الكلام ده اتقال في الميديا في الاعلام، يعني من كباتن كبار وناس كانوا مدربين منتخبات. فده بالنسبه لي بقف مستعجب جدا. ولكن انا شايف ان الزمالك يلعب 4-1-2-3، يعني يلعب ب4 ورا وقدامهم 6 وقدامهم 8 ويلعب ب3 قدام. دي انسب طريقه انا بشوفها. طيب، انت شايف ايه هو التشكيل الافضل للزمالك؟ انا شايف التشكيل الافضل للزمالك الافضل مش المتوقع، لان المتوقع ده انت ما تعرفش ممكن يجرى ايه. ساعات بيعمل حاجات في التشكيل معتمد جمال بالنسبه لي بتبقى غريبه. ولكن بن دايك مش موجود، وحد سالني السؤال دوت. لا طبعا بن دايك مش موجود يبقى لازم تلعب بفتوح مكانه. حد بعت قال لي ايشو، وحد قال لي طب ما نعرفش نزقه وهو في نص الملعب. بص، فتوح اصلا باك شمال. فتوح عايز تاخد منه الفول كاباسيتي بتاعته، لاعب فتوح باك شمال.
هنا قوه فتوح. كمان في عدم وجود بن دايك وفرقه بتلعب على الاجناب، يعني على الوينجات، انت محتاج واحد مخضرم، فلازم يكون فتوح. مش بس عشان هو مخضرم دفاعيا وانه يقفل لك على المساحات، لان كمان محتاجين فتوح قوي 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 كباك في المباراه بتاعت بكره. ليه؟ عشان تبقى مقفله. الله، وهي لو مقفله انا محتاج الباك جدا ومحتاج تحرره. ليه؟ اصل لما الفرقه بتقفل قدامك بتحتاج من ضمن الحاجات اللي بتحتاجها انك ترفع كتير، وعشان ترفع كتير يبقى لازم يكون عندك واحد رفيع، والباكين لما بيطلعوا يعملوا الزياده قدام مع الجناحين بتوعهم محتاجينهم ان هم يرفعوا كتير جدا، عرضيات كتير جدا. فتوح بيعرف يعملها كويس قوي. نلعب بحسام وتلعب بالونش. طب ناحيه اليمين عامله ازمه للناس كتير قوي، محمد اسماعيل ولا محمد ابراهيم، ولا نزقه ولا نرجع ولا نعمل؟ رايي انا الشخصي المتواضع جدا في التشكيله الافضل العب بمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم، محمد ابراهيم. ليه؟ انا دايما بقول لك على محمد ابراهيم. ليه؟ زي ما في لعيبه بشوفها بحكم عليها مباشره انه سيء لا يصلح اصلا، على سبيل المثال وليس الحصر، لما انا بالنسبه لي كنت بقول لك مثلا بن رمضان من اول ما جه الوحيد في مصر، بقول لك بن رمضان لا يصلح للاعب في النادي الاهلي. ودارت الايام والناس بقت تقول الكلام ده، او بعض بقى يقول اصل هو لو كان هو اصل نفسه أو ولكن النتيجه على الارض انه لا يصلح. محمد ابراهيم لعيب كبير، شخص ما لعيب صغير، كويس جدا، سريع جدا، عنده شخصيه، بيعمل لك الزياده وملتزم تكتيكيا. في ماتش الاهلي والزمالك في ليله المباراه اللي فاتت بتاعت ماتش الاهلي والزمالك قلت لك ما تلعبش محمد اسماعيل باك رايت، لاعب محمد ابراهيم لانه سريع، ولو لعبت محمد اسماعيل هيحصل من عليه شغل. ارجع كده اهوت فلاش باك معايا لمباراه الزمالك وتعالى ندور مثلا، انا اللي فاكره مثلا مبدئيا الهدف بتاع بن شرقي الثالث، لما بن شرقي حطها لامام ودخل لف من ورا محمد اسماعيل، اللي محمد اسماعيل كان بالضروري جدا يرجع مع بن شرقي على طول، امام حطها في ظهر محمد اسماعيل وجاب جول. اذا محمد اسماعيل لعيب تقيل في حته الباك اللي محتاج خفه وسرعه زي الولد فتوح. فانا شايف محمد ابراهيم عشان كمان تقدر تستفاد بمحمد اسماعيل وتلعبه السته وتزقه في نص الملعب، تزقه يعني يبقى الاربعه قدامهم مين؟ قدامهم محمد اسماعيل. ما بعدش كتير محمد اسماعيل، ما بعدش كتير عن دوره اللي هو بيقدر يأديه كدفاعيا، ويقدر يعمل لك قفله كويسه قدام الرجاله ديت وتغطيه كويسه قدام التمانيتين اللي هم مين؟ شحاته وعبد الله السعيد. نطلع قدام نلعب بعدي الدباغ وناصر منسي، وتلعب ببيزيرا ناحيته ناحيه عدله رجله اللي هو جناح وينج رايت. الهبد بقى اللي احنا سمعناه شيكوبانزا ينزل من بدايه المباراه ويلعب من بدايه المباراه، يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ انا بقول لك الافضل. ازاي واحد عشوائي جدا بيعتمد على سرعته وانه يزق الكوره بس، عايز مساحه كبيره لانه رماح، عايز تلعبه في جيم مقفول يبقى ورقه، يبقى ورقه معاه بره، ورقه مهمه جدا، ما تحرقهاش بدري، بلاش. ممكن نجيب واحد واثنين وممكن نرجع نلم نفسنا ورا والفرقه تضغطنا، هنبقى محتاجينك هنا يا شيكو. لكن ينزل من اول المباراه ليه؟ واي؟ مباراه مقفوله، هيروح فين ويجي منين ويجري ازاي ويعدي ازاي؟ ده مش مهاري اصلا، مش بتاع الكلفته والنقف واستلم في وسط زحمه هتبقى موجوده واعدي واكلفت واروح واجي، او اني ارفع، مش هينفع. او ان حتى فتوح لو بيلعب وراه وفتوح طالع هو يخش جوه في ال 18 ويعمل زياده مع المهاجمين، مش بتاعته، مش ده. محتاج عدي هنا. ليه بقى محتاج عدي؟ جثه والدنيا جوه ضيقه ومليانه التحامات، عايزك انت يا عدي في الحته دي. ده الدور الثاني يقدر فتوح جاي طالع بالكوره هيشيل اوفر يخش جوه ويعمل لك فرود كمان مع ناصر منسي. ايه ده؟ هنبقى محتاجين فرودين قوي يا ابني، ما احنا عايزين نرفع كتير. الزمالك عايز يرفع كتير في مباراه مقفوله في ال 18. يبقى اذا بالمنطق انا شرحت لك اهميه عدم وجود شيكوبانزا واهميه وجود عدي الدباغ.
ناس تقول لك لا وبعد كده بقى خلي عدي هو بس اللي جوه وطلع ناصر. ليه يا ابني تطلع ناصر؟ ليه؟ فاكر الجمله اللي قلتها لك بتاع الفرود لو بيجيب اديله ايه؟ قعد ماتش ناصر ولا حاجه ينزل يلعب عادي جدا. انت محتاجه جدا في مباراه زي ديت، محتاج فراوده في مباراه زي دي. نص الملعب بيقول لك احتمال يلاعب كايد، اللاعب القليل جدا اللي لا يصلح على الاطلاق يلعب في غزل المحله اصلا بقى، مش في الزمالك. دي بقى الحاجه الوحيده اللي اتفق معايا فيها ناس كتير جدا، يعني اتفقوا معايا فيها ناس كتير جدا. ده لعيب قليل قوي يا جماعه، ده لعيب بطيء جدا يا جماعه، ده لعيب مش فايتر خالص يا جماعه، ده لعيب ملوش اي فايده يا جماعه. للاسف ممكن تلاقيه بكره في الملعب، للاسف. للاسف انك ممكن تلاقي الحاجات اللي انا بقولها لك دي بكره في الملعب، اللي انا بقول لك بلاش تكون موجوده يعني. انا قلت لك الافضل ايه؟ الزمالك زي ما قلت لك هيلعب ب 4 1 2 3. انا قلت لك الجمله ديت، واعذرني عشان في ناس من فوق عماله تنقل في عفش، اعذرني بقى معلش بس هحاول اعلي صوتي. ايه هي طريقه لعب الزمالك اللي يلعب بيها؟ طريقه لعب الزمالك اللي يلعب بيها اللي هي 1 يونت، اليونت الواحده. والحمد لله اول واحد اتكلمت على طريقه ان الزمالك بيلعب از يونت من فتره، وان طريقه الوحده الواحده هي افضل طرق اللعب. ولقيت لك امبارح في مع كابتن مدحت شلبي يا مساء الانوار ويا نهار ابيض، كان مستضيف مجموعه، حد فيهم كان بيقول الزمالك يلعب بطريقه الوحده الواحده. فالواحد بيبقى سعيد لما بيلاقي الكلام دوت اللي هو سبق فيه كباتن كبار قوي 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 قوي، حاجات كتير قوي انا قلتها سبقت فيها ناس كتير قوي. طريقه الوحده الواحده بكره في منتهى الاهميه. ليه؟ انا ههاجم، مش هينفع تسيب مساحات وراك خالص. طيب انا هلم نفسي ساعات، محتاج اللي بتهاجم بيهم يرجعوا كلهم معاك. كلنا رايحين كلنا راجعين. ليه؟ لان الزمالك لا يحتمل دخول هدف فيه. يعني يدافع؟ لا، ده لازم يهاجم. الله، طب ولو هاجم لازم محتاج ناس وراه عشان ما يخشش هدف فيه. الوحده الواحده، كلنا رايحين كلنا راجعين، يا لها من طريقه مرهقه ومتعبه جدا في الفتنس، ولكن لو عايز تكسب المباراه لازم تلعب كده. تعالى كده نشوف مين اهم ادوار بكره. هكلمك بعد كده على سيناريو المباراه. مين اهم الادوار عندك بكره؟ الباكين. الباكين يعني دول اهم اتنين بكره. ليه؟ مباراه مقفوله، محتاج الباكين معايا على طول في الزياده يرفعوا، محتاجين رفعات كتير قوي. اوعى تقع في غلطات الاهلي اللي كان بيعملها في المطوشه اللي هي لحد ماتش بيراميدز اللي اتغلب فيه 3. كانت مشكله الاهلي دايما انه لما بيلاقي الفرق اللي قدامه مقفله دايما باستمرار عايز يحضر، ودايما باستمرار ما بيلعبش بسرعه وما بيرفعش، ولما بيرفع بيكسب لان الفرق مقفله. فمحتاج الباكين عندك في منتهى الاهميه اللي تحررهم بقى. ليه؟ معتمد جمال في كتير جدا كنت بطلع اقول لك مش بيحرر الباكين لانه عايز يطلع بالمباراه درو، تعادل. فالتزم يا ابني ما تطلعش. حتى ناس سالتني كانت بتقول لي هو ليه الباكين ما بيطلعوش فعلا؟ فانا بقول لك الباكين ما كانوش بيطلعوا لان معتمد جمال مش محررهم. في مباراه زي ديت لازم يطلعوا، ده مهمين قوي 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 بكره. الله، امال مين هيدي الفراوده؟ مين هيدي الناس؟ مين هيرفع؟ طيب دورهم كمان مهم دفاعيا للارتداد العكسي ورا لما يرجعوا، خاصة ان الفرقة اللي قدامك بتلعب على الجناب، يعني على الوينجات، وطالما في وينجات هتلعب محتاجة باكات تمسك، وكمان فرقة بتلعب على المرتدة يبقى كمان محتاجين الباكات. فالباكات بكرة ادوارهم مهمة جدا. انا اصلا بأطلق على الباكات دايما، مش من النهاردة، انا مسمي كل مراكز في الملعب باسماء معينة. اطلقت على الباكات صمامات الامان، لو فكت الصمامات الموضوع خلص. تعال نتكلم على دور الفراوده. كل ما اللعبه في البوكس، انت عارف الثوابت بتاعتي، كل ما اللعبه في البوكس مش محتاج غير تركيز وتحرك جيد. بس طب سبرنتات مش محتاجين الكلام ده خالص. ليه؟ اصل هو بوكس، فانا محدود الدخل المظلوم. انا بلعب في حته قد كده، الحته اللي قد كده ديت عايزه ذكاء، تحرك، تركيز، مش اكتر ولا اقل. يعني حسام عبد المجيد اللي هو السويبر مع الونش في المباراه اللي فاتت، الاخطاء بتاعتهم جت منين؟ كانوا هما الاثنين عملوا اخطاء في البوكس، كانوا كل اللي محتاجينه ايه؟ تركيز مش اكتر. كره حسام عبد المجيد اللي جه منها ضربه الجزاء، هو لو كان مركز بس مش مندفع كان حتى ما عملش حاجه، كان ساب الواد هتاخد صدره وتمشي على سبيل المثال.
والفراوده مش محتاجين غير انه يتحرك كويس ويبقى مركز قوي انه يحط واحده. فدول مهمين جوه، يبقى عنده حاله التركيز والصفاء الذهني والبرود. دور التمانيتين انا بسمي التمانيتين دول حلقه الوصل. حلقه الوصل، مين يوصل مين بين الدفاع وبين خط الهجوم؟ مين يوصلنا يا جماعه؟ مين اللي ما يعملش جاب؟ هما الاتنين دول. ده اللي بيوصلني، ده اللي لما المدافعين بيخلص دوره ويقول لك اتفضل يا فندم الكوره، بسلمها للي بعدي. مش انت يا ابني حطيت الطوب؟ محر بقى، محر. مين اللي بيمحر؟ الاساسات المدافعين بتوع نص الملعب، محر بقى. وفي الاخر المهاجمين اعمل لي الفينش الجميل والديكور الحلو. فالاتنين دول الفرقه كلها بتسند عليهم، الفرقه كلها بتقف عليهم، الفرقه لما بتعطل بتديهم وبيحركوا للناس، بيحركوا الناس. يعني ايه؟ يعني والكره في رجليهم الباكين يفتح والجناب تطلع والفراوده جوه تقعد تتحرك، يعملوا دربكه لخط الدفاع ويدوا اوبشنز كتير قوي. يبقى عنده اوبشنز كتير، باكين بيتحركوا وجناب بتتحرك، فراوده بتتحرك، وعاملين دربكه. انا 8 واخويا الثمانيه عندنا مور ذان اوبشن ان احنا نلعب لاكتر من حد في الملعب. طيب دور السته، اللاعب السته ده دوره برضه يا جماعه مهم قوي قوي قوي. الراجل دوت لاحم ولازق في التمانيتين، رايح جاي وجاي رايح، عينك عليهم. والتمانيتين طالعين حضرتك لازق فيهم جدا. ليه؟ لحسن يا ابني نمره واحد تتقطع منهم وهم بيحاولوا يعملوا هجمه، فساعتها هنتضرب. ولو اتضرب الراجل السته بنسبه كبيره جدا دخل فيه الجون. لو اتضرب السته خلاص الدفاع اتكشف ودخل فيه الجون. فانت دايما ورا التمانيتين علشان لو الهجمه باظت واتقطعت نلاقي السته بيلم وراهم، ولو هم طالعين ومتقفل عليهم يرجعوا يسندوا على السته تاني ويفتحوا فيرجع يلاعبهم تاني. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ مباراه الترجي مع الاهلي هنا، والاهلي كان كسبان 1 ومندفع هجوميا، بن شرقي بيحاول يباصي في نص الملعب فالكره اتقطعت منه، فكان مروان عطيه بعيد اللي هو السته، خدوها منه ونقلوا على الاهلي وجابوا الجون الاول. يعني لو اتقطعت منك في نص الملعب والسته كمان اتضرب وكان بعيد عن رجاله نص الملعب، الدفاع كله اتكشف. دور السويبرات قلت لك، السويبرات بيلعب في البوكس هو زيه الفراوده بالظبط، تركيز وعدم تهور. ادوار الجناحين بقى كده احنا خلصنا ادوار كل الناس اللي ورا، نطلع على الجناحين. الجناحين زي بزيرة دول وعدي الدباغ. الجناحين عموما انا بسميهم ايه؟ اللي هي الوينجات. انا بسميهم دول بتوع التفاصيل الصغيره. عشان بقول لك مسمي كل مركز باسماء معينه، دول التفاصيل الصغيره. بزيرة في مباراه زي بتاعت بكره وهم مقفلين يبقى عنده مشكله عند اللعيبه اللي من نوع زي بزيرة دوت. عاده برضه لعيب عايز مساحات، ولكنه بيتميز عن شيكوبانزا انه كورته قريبه من رجله. خلي بالك انت قلت لي الاول يا كابتن مش عايز شيكوبانزا لان شيكوبانزا عايز مساحات، دلوقتي بتقول لي بزيرة. الله، طب ما بزيرة عايز مساحات، بس في فرق بينه وبين شيكوبانزا. بزيرة الكرة ما بتبعدش عن رجله، يعني تحكمه فيها عالي قوي. شيكوبانزا ما بيعرفش يتحكم في الكوره تحت رجله وانه يخلص لك في مساحات صغيره. بزيرة بيعمل ده في جميع الاحوال. كمان لا غنى عن بزيرة، لان بزيرة كمان بيعمل لك دور تاني، بيعمل لك مرتده كويس، وفي مساحات الضيقه بيعرف يعدي بصير كويس، وبيعمل لك دور رائع جدا انه لما بيجي عند ال 18 بيشيلها حلوه قوي ويصنع حلوه قوي للرجاله اللي موجوده جوه. افتكر كده جون عدي الدباغ اللي جابه في مباراه سموحه، وغير مباراه سموحه هو عنده الشيله اللي بيعملها برجله جوه دي حلو قوي، فبيديك اكتر من دور، فده لا غنى عنه. ده يوم ما يعملش حاجه ياخد الاثنين لعيبه معاه، يوم ما يعملش حاجه يطرد لك لعيب، فدور مهم جدا.
وشرحت لك دور عدي الدباغ ودور ناصر منسي. الرجاله بتاع عدي الدباغ وناصر منسي في مباراه زي بكره لازم عينيهم جدا 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 تبقى على واحد زي عبد الله السعيد، وعلى اهم حد عبد الله السعيد اللي جاي من ورا، لان في العرضيات احنا كده كده عينينا على الكوره عشان نركبها. فالرجاله ديت محتاجه تركز جدا جدا في البوكس، والاهم من التركيز في البوكس تحركات يا جماعه. تحركات اللعيبه بدون كوره بكره مهمه قوي. ليه؟ الفرقه لما بتقفل قدامك بتخنق لك الملعب، المساحات اصبحت ضيقه جدا، وكل لعيب حاطط لعيب في صدره. لما اتحرك من غير كوره، قلتها لك قبل كده، التحرك بدون كوره ده مرهق جدا لاي دفاع. طول ما انت بتلعب بالعرض وانت جاي من نص الملعب، او رجاله نص الملعب بتلعب بالعرض والفراوده ما بيتحركوش، خط الدفاع بتاع الفريق المنافس مرتاح. ليه؟ انا شايف الكره بتتنقل بالعرض قدامي، مش في العمق. في العمق تربكني من ورا ظهري، تتعبني قوي. تتحرك بالعرض سهله، ما بترفعش عليها كروسات، الدنيا سهله. الفراوده حطه في صدري وهادي ومستأنس، انا مبسوط. لكن الرجاله بتلعب في العمق وكله عمال يتحرك رايح جاي، انا كمدافع وانا بجري ورا جسم متحرك انا بأرهق جدا. ولكن لو المهاجم بيتحرك علشان يستلم كوره، الموضوع ممتع جدا لاني بهيئ جسمي بس للاستلام. لكن اللي ورايا ده مرهق جدا، ده عمال يجري ورا جسم رايح جاي جاي رايح. التحرك بدون كوره مهم قوي. سيناريوهات المباراه: اول سيناريو، احلى سيناريو، افضل سيناريو لما بيكون عندك مباراه حاسمه تتلعب على ارضك، اول 10 دقائق 15 دقيقه في منتهى الاهميه. وانا قلت لك قبل كده في ليله مباراه الزمالك والاهلي، لما قلت للاهلي لو جبت جون في اول 10 15 دقيقه قصتك في المباراه انتهت، مباراتك راحت في حته تانية، هتروح بقى وتجيب 3. مهمه جدا. اول 10 15 دقيقه دول لازم تستغل فيهم الجمهور، الحماس، الرجه، الرعب الفريق اللي قدامك، عدم قدرته على التحكم في اعصابه. هو ده بيبقى موجود، ايوه بيبقى موجود، لازم يبقى موجود عند اي حد على فكره، عند اي فرقه. هو بني ادم في الاخر. فانا بحاول استغل دول الدربكه اجيب فيهم جول. ده افضل سيناريو. مباراه بعد كده انت بترتاح وجمهورك بيرتاح، بتاخد نفسك اللي هو ايه، انا وانت دلوقتي بقينا واحد، نلعب كورتنا ونلعب بعض بقى. السيناريو دوت يخلص لك الجيم كله بشكل كبير قوي. نقطه تانية، عشان كده الزمالك ينزل ضاغط، هينزل ضاغط، ورجاله نص الملعب وراه، ورجاله الدفاع قريبين منه. احنا بنضغط الفريق اللي قدامنا بقوه. طب لو جبت جون في اول 10 15 دقيقه، ارجع اعمل جيم هادي متوازن؟ اوعى تعمل كده، واوعى تسمع حد يقول لك اعمل كده. عشان انا دايما بشوف العاده ديت، ان احنا بنجيب جون ونرجع، احنا كمصريين واي فرقه. انت ترجع ليه؟ لما بتجيب جون في الفرقه اللي قدامك اللي هي اصلا مرتبكه، وكمان زودت ارتباكها وضغطها، عايز تقول لها خدي نفسك فوقي. هديك مثال: انت بتفايت مع واحد واديته واحده قويه جدا، فجت هنا فعينه طلع فيها عصافير وزرقت والدنيا مش شايف كويس وفي الم وفي وجع و عايز ترجع تقول له ارجع فوق وخد نفسك تاني ولاعبني؟ ايه ده انا اخش تاني واكمل تاني عليه بنفس السرعه، اول ما يباصي على طول اروح اجيبها منه واجيب التاني عشان ارتاح. يبقى ده افضل سيناريو للزمالك. هل معنى ان الزمالك لو جاب جون في الاول ان الفريق اللي قدامه هيفتح خطوطه بقى والدنيا تبقى مفيش الكلام ده؟ مش معنى انك جبت جون في الاول الفريق اللي قدامك هيقوم طالع وفتح خطوطه خالص، مش بالضروره. ممكن يبقى اشرس سنه هجوميا ويحاول ان هو يفك التكتلات سنه صغيره، لكن برضه مش هيفك لك قوي لانه مش مغلوب 2. انا افضل مكمل عادي جدا وانا واحد. افضل سيناريو ليك ده السيناريو الاول اللي لازم تعمله. السيناريو الثاني: اول 10 15 دقيقه عدوا بدون هدف، ما جبتش فيهم، الوقت مر عليك شويه لحد تلت ساعه ما جبتش. مش من الطبيعي انك تفضل ضاغط وهاجم وفتنس في اول تلت ساعه وعمال تروح 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 تروح، مفيش كده، مفيش كده. يبقى انت بعد اول 30 دقيقه الفرقه كلها بدني بنزين هيقع. طب الصح ايه؟ ما قدرتش اجيب في اوائل المباريات،
دي بتبقى مشكله. ليه؟ لان الفرق اللي قدامك بعد اول 10 15 دقيقه وانت طالع ما جبتش، بتاخدوا الثقه، خلاص قدرت اعمل ابزورفنج يعني امتصاص للجمهور وللحماس، ودخلت في المباراه. نقدر نقف على رجلينا ونلاعب الزمالك ونبتدي نطلع. حلو؟ ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل، ده اللي المفروض يحصل. وشفناها كتير قوي. طب الزمالك يعمل ايه هنا؟ سيب لهم الكوره سيكه. يعني ايه؟ يعني ما تروحش بقى تضغط من 18، ارجع على الدايره، على الدايره، سيبهم يلعبوا ما بين ال 18 والدايره في المساحه الصغنطوطه دول. ايه ده؟ يعني انا الاول كنت ضاغطهم ما جبتش، ارجع سنه ورا. ليه؟ خليه يطلع سنه، خليه يبتدي يحاول يحضر. نفس اللي عمله الاهلي معاك في المباراه، سابك في المساحه ديت تحاول تمسك كوره وتطلع، وكان كل شويه يستغل اخطاء فتوح، حسام، شحاته، وهم عمالين يباصوا ويضغط عليهم وياخدها منهم. لما ضغطت الفرقه ديت هناك، انا قلت لك في المباراه اللي فاتت ضايعين جدا، مرتبكين جدا. سيبهم في المساحه ديت وابتدي ارجع خد الكره منهم تاني وهات. يبقى ده السيناريو التاني. طيب في بقى السيناريو التالت. الوقت بيعدي وعدى الشوط الاول وبرضه ما جبتش. طيب في الحاله دي انت هنا بتبتدي المباراه تلعب انت بقى على المباراه بتاعتي بقت ماشيه ازاي في الملعب. هل الفريق اللي قدامي بعد اول الشوط الاول لما عدى نزل بيحاول يلعبني، نزل مكمل ورا؟ للاسف الشديد السيناريو الثالث دوت مع مرور الوقت ما بيبقاش في اي مدرب بره، هو كمان بيبقى عطلان. خلي بالك برضه تبقى عارف حاجه، المدرب بره مع مرور الوقت بالمنظر اللي بكلمك عليه ده بيبقى عطلان. ليه؟ لان هو بنى خطته وبنى حياته وبنى القصه كلها ان احنا عايزين نجيب. الوقت عمال يعدي وانا ما بجيبش، بيرمي باوراق ساعات في بعض الاحيان بتبقى اوراق عشوائيه. ليه؟ انا عايز اجيب وده اللي موجود عندي بره والناس ممكن تلومني. الضغط بيزيد على المدرب، ولو الضغط زاد على بعض المدربين بيألفوا، وبتضطر تستنى في المباراه اللي هو يا رب بقى امتى نجيب جول. خلاص خلاص بقى اللي هو ايه من عندك يا رب امتى يجي. خلصنا التكتيك وخلصنا الحاجتك وكله خلصناه، امتى الجون يجي وباي شكل امتى يجي. احنا هنبقى بنلعب على الوضع ده. نقطه كمان، الفرقه لما تقفل قدامك، وانا قلت قبل كده اكتر من مره، الفرقه اللي تقفل قدامك عاده مش بيبقى لك اوبشنز كتير تعملها، ولكن انك ترفع كتير قوي ده بيدربك اي خط دفاع. ترفع كتير قوي، تلعب كرة في العمق كتير قوي، ده مهم قوي. التسديد من بره ال 18 في منتهى الاهميه، لان التكتلات يا جماعه ما بيبقى لهاش حلول كتير غير ان لازم كورتك تكون سريعه. كده انا قلت لك تقريبا ادوار كل ناس في الملعب ايه. طبعا بالنسبه للمرتدات، المرتدات دي تبقى مقفوله ومحسومه لو انت بتتحرك بطريقه الوحده الواحده. دايما الزمالك لو لعب بطريقه الوحده الواحده، ان هو رايح جاي مع بعض مش سايب في ظهره مساحات، دايما الطريقه ديت ناجحه جدا. وانا كلمتك عليها اكتر من مره ازاي تلعب بطريقه الوحده الواحده، كلنا رايحين جايين عشان ما يبقاش عندك مساحات في الظهر. بشوف فريق اتحاد العاصمه مش فريق قوي خالص على الاطلاق، ما بشوفوش فريق قوي. لو فريق اتحاد العاصمه جاب جون في الزمالك، دي تبقى بالنسبه لي حاجه غريبه جدا بصراحه. معقول؟ معقول قوي يا ابني، فريق قليل قوي انه يجيب فيه جون. انا بشوفه شيء مستبعد، ولو حصل يبقى فيه خلل جسيم حصل في تشكيله بقى، في لعيب عمل حاجه مش طبيعيه اصلا. يعني الفريق ده ما ينفعش يجيب جون، لا ما ينفعش يجيب جون، ما ينفعش اصلا يجيب جون. الطبيعي ان انت تنزل تجيب فيه اهداف، الطبيعي تنزل تجيب فيه اهداف. الحاجه الوحيده اللي ممكن تقابلك في المباراه، في المباراه التكتل بتاعهم اللي هم عاملينه، وما يتفكش وما يتفكش الا لازم كورتك عاده تكون بسرعه قوي قوي، تحركاتك قويه جدا، رفعاتك كتيره جدا، تصويب، عشان تعرف تفك الطلاسم الموجوده. انا شايف ان المباراه رايحه بنسبه كبيره جدا للزمالك لو اتلعبت كده، عشان برضو ما تقوليش ايه لو اتلعبت كده بالتشكيل كده بمشيت كده. اي حاجه تاني، خلل تاني هيبقى خلل فعلا، حاجه مش طبيعيه ان تتضرب بواحده. هيبقى عندك خلل. لكن ده توقعي للمباراه بشكل عام. الزمالك قادر ان هو يكسب الفرقه ديت اكتر من جون هنا. اي نتيجه تحصل في مباراه مثلا
ان اتحاد العاصمه يطلع بمباراه، ده هيبقى لان الزمالك ضيع من ايده المكسب هناك. اي حاجه تحصل في المباراه اب نورمال، ما هو الاب نورمال ده ايه؟ الاب نورمال بالنسبه لي اللي مش طبيعي ان اتحاد العاصمه يكسب، ده مش طبيعي اصلا، ما ينفعش يكون طبيعي. ده ترجعه لان الزمالك هيبقى عمل ماتش سيء جدا وكان المفروض يخلص على الفرقه ديت اصلا في ارضها. معلش بقى في اللايف بالليل لما نعمل لايف هجيب بقى الكومنتات اللي انتوا كتبتوها كومنت وافتح كده، شفت الدبانه عامله فيها ايه، وافتح ونقعد نقرا الكومنتات كلها مع بعض، اهلي بقى زمالك كل حاجه. اتمنى دعم كبير للحلقه. السلام عليكم.